السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة حلا مكون من 3 مكونات بس: دقيق والسكر البودرة والزبدة بدون استخدام البيض، عشان يسهل علينا ان احنا نعمل ان شاء الله حلويات كتير في رمضان، وده يعتبر من الحاجات السهلة ان شاء الله تفكم مع بعض كده. مش هنعمل يعني مشاكل كتير، وبطريقة سهلة قوي. هنحط الدقيق، نكون طبعا نخلين الدقيق قبل كده ونخلين برضو السكر البودرة علشان لو في اي تكتلات. نفتح كده الدقيق ونرش السكر البودرة كله على بعضه. لو عندك عجان بقى يبقى احلى وافضل طبعا ان احنا نحط كله في العجان على بعضه، ولما نتأكد طبعا ما فيش اي تكتلات سكر، عشان بس الرطوبة في السكر برضو بيسكر تاني. ببتدي بقى احط الزبدة وبعمل بايدي حبيبات الرمل. ايه حبيبات الرمل دي؟ يعني انا بدخل كل قطعة دقيق فيها زبدة، ومبعجنش بايدي ابدا، انا بلم. يعني زي ما انتم شايفين هفضل الم بايدي كده، لسه في دقيق زي ما انتم شايفين، كل الدقيق الداخل فيه الزبدة، وبلم بايدي ما بعجنش خالص، علشان مش عايزة اعمل اي عرق للدقيق. يا دوبك الفرافيت دي هتلم مع بعضها كده، وما تقلقيش من سخونية ايدك، ومن كتر ما انتي بتلميهم على بعض وتضغطيهم هيلموا، هتعمل عجينة حلوة جدا، وهتبقى هشة جدا، وكل طبقات الدقيق يعني كل ذرات الدقيق متغلفة بالزبدة، فهتعمل طبقات هشة بسكوتة جميلة قوي 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 قوي. طيب انا هستخدم هنا، هسيبها طبعا ترتاح شوية. في الشتاء بسيبها بره لان الدنيا ساقعة قوي. في الصيف بدخلها في التلاجة شوية عشان تشد بس، علشان اعرف ما تطلعش مني في الفرد. طبعا انا هنا اخدت قطعة كده بفردها. طب انا هعمل ايه؟ هعمل منها النهاردة تارتات بسيطة. طب انتي ممكن تعملي بيها ايه؟ هتعملي زي كده بالظبط لو عندك القوالب دي، او لو عندك قالب كبير هتحطيها برضو في قالب كبير زي ده اللي هو اسمه قالب التارت، ده اسمه تارتات. بتبقى القوالب دي جاهزة طبعا، بتبقى من الستانلس ومتدهنهاش اي حاجة. انا بس بحط الزبدة فيها وابتدي اخبطها، بعمل طبعا مقاسها زي ما انتوا شايفين، وابتدي اخبطها على الرخامة كده لغاية لما تاخد شكل الجزء اللي انا عاملاه. طب ده ممكن اعمل منه ايه؟ ده ممكن تعملي منه سابليه، وممكن كمان تعملي منه بسكوت. فالعجينة ممكن طعميها بأي طعم، وممكن تحطي فيها قرفة فتبقى بسكوت قرفة، وممكن تحطي فيها جوز هند برضو هتعمل معاكي بسكوت جوز هند حلو قوي. فيدوبك تفرديها زي ما انا فرداها وتقطعيها بالسكينة، بس مفيش اي حاجة تقدري تعمليها غير كده، وهيطلع احلى بسكوت. وممكن نعمل منه بيمبو، بسكوت بيمبو. انا هنا هعمله مع الطرت، فهقطع احط هنا يعني زي ما اكون هفرخها كده، عشان انا مش عايزاه القعر بتاعه يعلى لان فيه زبدة فهينطر وهينفش كده، فانا مش عايزة كده. انا عايزة القعر بتاعه يفضل زي ما هو، مش نافش خالص كده. هبتدي اخرمها بالشوكة، وهحط كمان تقل. ايه التقل ده بقى؟ اول هجيب ورق زبدة كده واقطعه على مقاسها، واحط التقل ده اللي هو عبارة عن اي حبوب. انا هنا حطيت فشار، حبوب الفشار اللي هو ذرة الفشار. حطي انتي بقى فاصوليا، حطي لوبيا، اي حاجة، المهم ان انتي بتحطيها وبتخبزيها بيها كده. ولما وشها يحمر والجوانب تحمر خالص زي ما انتوا شايفين كده، انا ابتديت اخرجها من الفرن، وبشيل الطبقة اللي هي فيها الحبوب، وبطلعها وادخلها الفرن تاني 10 دقايق علشان تاخد اللون الذهبي ويتحمص بقى الجزء اللي كان تحت الورق. شايفين قد ايه طعمها حلو؟ يعني قصدي شكلها حلو قوي. وينفع بقى تتحشى هنا تتحشى هنا جناش، وتتحشى كاستر زي ما انا هعملها في اخر الفيديو برضو. يعني مثلا عشان احط فيها الكاسترد لازم ادهنها مثلا بطبقة شوكولاتة كده. انا بس عملت لكم البسكوتة اللي هي فيها الطرد، وانتي بتدي حطي فيها اللي انتي عايزاه. تمام. طبعا دي تعتبر من الجاتوهات الناشفة. انا هنا عملتها حطيت بسيط قوي، حطيت دهنتها بشوكولاتة بس عشان ما تطراش مني، وبعدين حطيت مهلبية بيضة، وحطيت عليها فراولة وجيلي تلميع. عملنا لكم جيلي تلميع، ان شاء الله هنزله فيديو جديد. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.